سجل تقرير صحفي فرنسي مفاجأة بشأن كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني بتجدد حظوظه في المشاركة بكأس العالم. وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن بنزيما قد يعود مجددا لصفوف منتخب فرنسا في مونديال قطر بعد تعافيه سريعا من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ. وأضافت: اضطر كريم للخروج من قائمة الديوك قبل المباراة الأولى ضد أستراليا، لكن يبدو أن نجم ريال مدريد تعافى من إصابته بشكل أسرع مما كان متوقعا. ونقلت الشبكة الفرنسية عن تقارير صحفية إسبانية أن بنزيما قد يشارك بشكل طبيعي في تدريبات ريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل. وأوضحت أن فرص أفضل لاعب في العالم في التواجد مجددا مع فرنسا بكأس العالم قائمة، لأنه مدرج ضمن القائمة التي اختارها ديديه ديشامب ويمكنه استكمال المشوار مع الديوك في البطولة. وختمت راديو مونت كارلو تقريرها بأن عودة بنزيما مجددا لقائمة منتخب فرنسا مرهونة بقرار من ديشامب. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه حال تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم سيحصل الفريق على 26 ميدالية، وهو عدد قائم منتخب فرنسا بما فيه بنزيما. يذكر أن منتخب فرنسا كان أول المتأهلين لدور السادس عشر بفوزين متتاليين على أستراليا 4-1 ثم الدنمارك 2-1، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة تونس. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الترند رياضي. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار نجوم كرة القدم أولا بأول.